يا مساء الورد. اليوم بإذن الله تعالى بسوي معاكم إدام اللحم مع القرع. الوصفة سهلة وسريعة وفي نفس الوقت تعطيكم طعم لذيذ. نشوف طريقتها مع بعض. في قدر حطيت عندي البصل وبدأ يذبل عندي البصل، أحط عليها اللحم. أنا استخدمت عندي لحم الجعجل وقطعته بالطريقة هذه. فيكم تستخدمون لحم بعظم أو تستخدمون الدجاج إذا أنتم حابين براحتكم. أبدأ أحمس البصل واللحم لغاية ما يبدأ يتسبك ويتشرب على بعض البعض. أضيف له ملعقة من الهيل وبعد كذا أضيف له موية مغلية واتركه يطبخ إلى نصف ساعة لغاية ما أحس اللحم عندي بدأ يستوي. بالنسبة للقرع نحاول نختار الحجم المتوسط علشان ما يكون غرقان بالبذور، ونحاول نقشر القرع لأن قشرته تكون مرة ناشفة. بعد ما نقشرها نقطعها ونحطها في موية وملح علشان ما تسود معنا. اللحم مثل ما انتم شايفين شربت الموية بالكامل. هنا في الوقت هذا أبدأ أنزل عليها القرع وأتركهم يطبخون لمدة 3 دقائق. أضيف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة كبيرة من معجون الطماطم واخلطهم مع بعض. هنا عندي خليط الطماطم والثوم والفلفل الأحمر اختياري طبعا، وملعقة من الملح، وغطي عليهم واتركهم يطبخون لغاية ما يستوون. وصفتنا وصارت جاهزة. هني وعافية.